يا مرحبا أصدقائي. هل سبق وسألتم أنفسكم من المسؤول عن مزاجكم؟ إذن افتحوا عيونكم قبل آذانكم وركزوا واسألوا من المسؤول. أكيد جلستم تفكرون من المسؤول عن مزاجكم. المسؤول أحبتي هو أنتم. نعم أنتم. كلنا مسؤولون عن مزاجنا الحالي الذي نحن فيه الآن. لذلك لا تعلقوا سعادتكم أو حزنكم بأحد، ولا ترددوا أنكم بسبب هذا الشخص يومكم سعيد أو بسبب هذا الشخص يومكم سيء وحزين. هنالك أناس يستطيعون أن يلعبوا دور الريموت أو جهاز التحكم عن بعد، ومثل ما يقدرون تغيير القنوات أو محطات التلفزيون، يستطيعون أيضا اللعب في مزاجك وتغييره كيفما يشاءون. لذلك لا تسمحوا لهم حتى وإن كانوا مقربين منكم، طبعا باستثناء الوالدين. الوقت الذي تمرون به محسوب من عمركم، وستسألون عنه غدا عند الله، وستحاسبون على كل لحظة ضيعتموها في شيء ضد نفسكم. لا أحد سينفعكم إذا ضيعتم جزءا من صحتكم بسبب تفكيركم المفرط أو جزء من نشاطكم المعتاد. لا أحد، صدقوني. إذن أصدقائي، فلنهذب ونؤدب ونروض مزاجنا. عندما فجأة نشعر أننا في ضنك أو ضيق، فلنحاول أن نعد نعم الله حولنا. هل ممكن الله يحرمنا من هذه النعم؟ نعم ممكن، وقادر أن يأخذ منا كل شيء إن لم نقل الحمد لله. لن أعد معكم نعم الله علينا، لكن سأعطيكم 10 ثواني لتذكروا لي فقط نعمة واحدة أو نعمتين من النعم الموجودة حولكم. مستعدون؟ إذن هيا. لاحظت كم من النعم أحصيت؟ أنا عن نفسي أحصيت الكثير من النعم فقط في هذه 10 ثواني. بمعنى أحبائي، قادرين أن تعدوا وتحصوا أكثر فأكثر. لو جلسنا أكثر من هذه 10 ثواني نحصي نعم الله علينا. التفكير يا أصدقائي المفرط أو المزاج السيء مرض. إذا اعتدتم عليه وأنستم لزواياه يكن لكم مثل القرين ملازم لكم. حتى ملامح وجوهكم تعتد على العبوس والتجهم، يصعب عليك البسمة والراحة. عرفتم الآن أن الأمس قد راح، إذن اتركوه يذهب إلى حال سبيله. اليوم يوم جديد، أكيد هنالك أشياء جميلة بانتظاركم. ارحلوا من طريق الأمس وعيشوا في شارع اليوم. تعودوا أن تقولوا اليوم لي. أقبلوا على عملكم، أسركم وأصدقائكم، وأنتم تقولون أنا بمزاجي أصنع هذه اللحظة. حاولوا أن تستمتعوا أو تستمعوا لطفل صغير وهو يتحدث. اضحكوا على كل شيء، حتى وإذا كان هذا الشيء سخيف وتافه بنظركم. اشربوا شايكم في فنجان قهوة تغييرا للعادة، أو البسوا لبس مناسبات وأعراس وأفراح وناموا بتلك الملابس. تصرفوا بغرابة. نعم، تصرفوا بغرابة. هل فهمتم قصدي أيها الأصدقاء؟ اعكسوا الطريق الذي تمشون عليه، ولا تتركوا روتينكم اليومي يشنقكم. وأخيرا، قووا علاقتكم بربكم. إذا صلحت العلاقة مع الله صلح كل شيء، وبعد ذلك سيتعدل مزاجكم وتكونون بألف ألف خير. ستظهر أمامكم أمور كثيرة صغيرة، وستصغر وتصغر إلى أن تختفي. بعدها ستكون لديكم سعة بال وراحة. هيا عدلوا مزاجكم. الدنيا لا تسوى ومزاجكم أغلى ما تملكون. تحياتي.